ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ نهاركم زي الفل ان شاء الله. احنا هنعمل بقى دلوقتي الغدا بتاعنا. هنعمل النهارده كباب حل. عندنا وقع النار، هنحط فيها معلقه سمنه وثلاث معالق زيت ونسيبهم لما تسخن كويس على النار. وبعد كده ايه نحط فيها اللحمه بتاعتنا طبعا احنا مقطعينها مكعبات صغيره، علشان لما نيجي ناكلها ايه تطلع معانا المكعب ايه في اللقمة او في المعلقة، زي ما هو كده، ما نضطرش ان احنا نقطعه يعني. انا بحب اقطعها صغيرة عشان لما اجي اكل ايه الحتة على طول في اللقمة بتاعتي. تمام، اهي حطيناها في الوك بتاعنا. لازم بنفرقها عن بعضها طبعا، علشان ايه، انا عايزة كل قطعة في اللحمة تلمس الوك بتاعنا علشان تاخد لون، لان اللون ده هو سر الجمال بتاعها كله. اللون ده بيبقى بعد كده لونه بني كده تحفة وجميل جدا جدا. تمام، هنسيبها بقى لما تاخد لون خالص خالص. حتى لو نزلت مية ولا حاجة هنسيبها برضو لما تشرب المية مع نفسها، ما تجيش جنبها ولا تلمسيها. اهي بصي هنا بدأت تاخد لون، بدأت اهو اقلب فيها. هنسيبها تاخد كمان لون كمان. في الوقت ده احنا قطعنا بصل، جوانح بصلتين كبار كده، عشان انا بحب البصل الكتير الصراحة فيها، وبصراحة هو بيديها صوص جميل قوي وطعم اجمل. يعني احنا ممكن بناكل الصوص ده اصلا واللحمة في الاخر. اه بس انا قلبتها كويس بحيث اللون اللي خدته من تحت ده يبقى فوق، والناحية التانية تاخد ايه، خدت لون تاني. هنحط بقى البصل وهنقلبه معاها، وهنسيبه برضو ياخد ايه، نسيبه دقيقة كده مع بعض كده، ياخد ويدي مع بعض. ونجهز ايه التوابل بتاعتنا. عندنا معلقة فلفل اسود، معلقة كمون، معلقة سبع بهارات، معلقة حبهان، معلقة قرفة. هنجيب كل دول وهنحطهم. طبعا مش هنحط ملح دلوقتي خالص، الملح في الاخر خالص، اخر حاجة هو الملح. اهو هو اتقلب مع بعض شوية. هنحط بقى البهارات بتاعتنا وهنقلبها برضو، وهنسيبها برضو ايه، وهنسيبه برضو شوية كده لما البصل ايه ينزل ميته شوية. وبعد كده هنبدأ بقى ايه، نحط المية. احنا عندنا المية سخنة مغلية، دي مجهزينها جنبينا. حتى لو خلصت نحط تاني. ليه بقى؟ شوية بشوية كده، كل شوية ندي شيشة مية كده، ون ايه ونغطي عليها. لما نحس ان بدأ المية تنشف نحط مية مغلية تاني. عقبال ما تعمل كده بقى هنعمل ايه، شوية سلطة خضرة حلوين كده. عندنا الطماطم والبصل والجزر وفلفل و... والخضرة والملح والفلفل بتاعنا والليمون طبعا، عصير ليمون والخل. هنخلطهم طبعا كلهم على بعض. ودي ايه البصل الخضرة بتاعتنا، اكيد يعني ايه كلنا عارفينها. بس طبعا بتبقى جميلة جدا جدا جنب كباب الحلة والرز الابيض. انا برضو في نفس الوقت علقت على الرز ده ابيض، عشان عقبال اللحمة ما تستوي يكون الرز كمان ايه، استوى، عشان نلحق نتغدى بقى. عشان كمان هما الاكلة دي بيبقوا مستعجلين عليها قوي الصراحة يعني. هنرجع بقى للحمة تاني. اهي بصوا برضو ايه، انا عمالة كل شوية بعمل ايه، بزودها شوية مية واغطي عليها، زودها شوية مية لما تنقص واغطي عليها. قطعنا بقى ايه 2 بطاطساية وواحدة جزراية. تمام، وهنحطهم عليهم. ليه بقى؟ دول النشا اللي بتنزل منهم بيعملوا صوص تحفة جدا 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 مع اللحمة. في ناس ما بتحبش تحط البطاطس والجزر. تعمل ايه، معلقة دقيق مع نص كوباية مية وتحطها، هتعمل صوص النشا ده. هتبقى جميل جدا. بص هنا عندنا هي استوت، بص الصوص تقل ازاي، بقى تحفة بقى تحفة. هنحط بقى الملح بتاعنا ونظبط الملح بتاعنا كده، ونطفي عليها كده خلاص، وهنغرف بقى. زي ما انتوا شايفين اهو غرفنا الرز واللحمة والسلطة. بألف هنا وشفا، يا رب تجربوها، يا رب تعجبكم. باي باي.